اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. يلا بينا نعملوا صينية مكرونة بالبشاميل بأقل تكلفة. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين الأطفال بتموت في حاجة مكرونة بالبشاميل محشية كبد وجوانس أو لحمة. النهاردة راح نعملوها بالكبد والجوانس بتكلفة بسيطة جدا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليها بجد. صينية مكرونة بالبشاميل زي العسل، الريحة والطعم خطيرة، طرية معانا النهاردة. يا رب يعجبكم. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده شكلها وطعمها خطير. كملي الفيديو للآخر وانت هتتبسطي من الصينية اللي راح اعملها. صينية جميلة وهتشرفك وتكلفتها بسيطة جدا. ويلا بينا نشوف المكونات. انا حضرت المكونات يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. معايا كيلو مكرونه قلم، ونص كيلو كبد وجوانس، ومعايا رتلي لبن، ومعايا زي 3 بصلات كده زي ربع كيلو بصل، ومعايا فلفله، ومعايا طماطم زي طمطمه كده هحطها مع الكبد والجوانس. المكونات سهله خالص وبسيطه. البهارات والحاجات الجميله دي هحطها بعدين باذن الله. انت حابه تكتري مكرونه اكتر من كده كتري براحتك انتي، بس تكتري الكبد والجوانس، تكتري اللبن، وتكتري في المكونات بتاعتنا اللي قدامنا. انا طبعا انضف الكبد والجوانس واروح طبعا بعد ما نضفت الكبد والجوانس ونضفتها حلو يا جماعه حطيت معلقتين سمنه وحطيت نص معلقه ملح. احط البصل بقى عشان اشوح الكبد والجوانس. بس انا اول حاجه اخلي البصله تدبل معايا، وبعد كده اروح حاطه الجوانس تتشوح حلو وتتحمص كده وتتشوح وتستوى معانا خالص يعني، عشان ما تبقاش نيه. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. طبعا قطعت الكبد والجوانس. انا اول حاجه قطعت الجوانس وبعد كده الكبد وكل حاجه عزلتها لوحديها. احط الجوانس في البصله زي ما انتوا شايفين كده عشان تستوى مع البصله وتستوى خالص كده، عشان الجوانس هتبقى جامده شويه. تسويها حلوه كده وتحمصها حلو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. طبعا انا اسيبها على كده واغطي عليها واسيبها تشرب ميتها وتتشوح حلو معانا. بعد ما اتشوحت حلو الجوانس مع البصلة يا جماعة حطيت الكبد انا زي ما انتوا شايفين كده عشان اطولش الفيديو عليكم. الحاجة شوحتها مع بعضيها كده الكبد والجوانس في البصلة. احط البهارات فلفل وكمون وكزبرة وقرن فلفل صغير مقطعاه. تحطي حراق تحطي براد براحتك انتي، عايزة تحطي شطة براحتك انتي في الحراق. طبعا يا جماعة اشوح كده مع بعضها كل حاجة واقلبها واخليها تستوى كده كل حاجة مع بعضها ما شاء الله. اخر مكون اروح حاطة طماطمية اشرها حلو كده في المقشرة واحطها تتسبك كده وتستوى مع بعضها ما شاء الله. واحط معلقة صغيرة خالص خالص من الملح. طماطمية انا اشرها زي ما قلت لكم. وخلاص على كده الكبد والجوانس بتاعتنا خلصت. تاخد دقيقتين على النار واروح اطفي عليها. اروح على طول على كده اعمل البشاميل. البشاميل بتاعنا طريقته سهلة خالص وبسيطة وجميلة. انا هحضر البشاميل زي ما انتوا شايفين كده. انا حضرت 4 معالق من السمنة الكبيرة، من المعلقة الكبيرة 4 معالق، وزي 5 معالق من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، زي يعني ربع كوباية دقيق ما شاء الله. من المج بتاعتنا الكبيرة زي ربع كوباية دقيق. انا اقلب كل حاجة واخلطها مع بعضها كده زي ما انتوا شايفين. البشاميل بتاعنا يستوى، الدقيق بتاعنا يستوى مع السمنة. اهم حاجة ما يتحرقش، ما يطلعش ريحة كده ويتحرق. احنا عايزينه يستوى حاجة بسيطة جدا. يكوني انت موطية البوتاجاز عشان ما يتحرقش معاكي. تقلبي كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة يكون انا حضرت اللبن وكبيته خلاص. على كده الدقيق استوى يا جماعة مع السمنة وحطيت اللبن. اهم حاجة يكون اللبن بتاعك بارد ما يكونش سخن قوي يعني. لو كان بارد خالص يبقى احسن. تقلبي كل حاجة كده زي ما انت شايفين بالمضرب اليدوي وتقلبي ما شاء الله. الطريقة ديت عشان ما يكلكعش معاك البشاميل. زي ما انت شايفة كده قوامها جميل جدا. وقلبت على طول هحط له البهارات فلفل وكمون وكزبرة ومعلقة صغيرة خالص من الملح. وخلاص على كده البشاميل بتاعنا جاهز ما شاء الله عليه. ياخد غلوة بسيطة جدا. على كده البشاميل بتاعنا جاهز. نروح نشوف المكرونة. انا حطيت المكرونة على النار زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله بتستوى. ما تسويهاش قوي يعني. خلصنا حاجتنا كده سويناها ما شاء الله. طبعا انا على كده اعمل الصينية. انا على كده حطيت معلقة سمنة يا جماعة في الصينية بتاعتي، واحط لها زي كرنبين كده او كرناب بشاميل عشان ما تتحرقش معانا من تحت.
المكرونة بتاعتي طلعتها من المية السخنة، ما شطفتهاش تحت الحنفية، طلعتها من المية السخنة صفيتها في مصفى وراح استخدمها على طول عشان النشا بتاعها ما ينزلش كده وتبقى ما فيهاش نشا تتفتول منيكي. حطيت لها زي كرنبين كده بشاميل، عايزة تكتري اكتر من كده كتري براحتك انت، كل ما تكتري فيها كل ما تبقى معاكي طرية المكرونة وتبقى طعمها جميل جدا ما شاء الله عليها. هي طبعا فيها ملح وجميلة جدا وفيها بهارات وفيها كل حاجة، مش هنحط لها ملح ولا اي حاجة. احط نصها من تحت زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليها. تقلبي كده حلو وتدوسي حلو كده عشان ما تتفتولش منيكي. خلاص على كده اول طبقة ديت يا جماعة احط طبعا الكبد والجوانص. الكبد والجوانص طعمها جميل جدا يا جماعة بجد. الكبد والجوانص طعمها جميل بالحاجات اللي انا عملتها والبهارات اللي انا حطيتها، هتعجبك لو جربتيها. احط لها زي كرنبين بشاميل من فوق كده زي ما انتوا شايفين. طريقتها سهلة خالص وبسيطة وتكلفة بسيطة جدا يا جماعة. لو حابة انتي تعيني الكبد والجوانص اللي بتجيلك من الفراخ وتحوشيها وتعملي بيها. وخلاص على كده حطيت باقي المكرونة يا جماعة ما شاء الله في الصينية. طبعا انا معايا بيضاية حطيت فيها معلقة صغيرة خالص من الفلفل الاسود، هاخدها على كده بقلبها زي ما انتوا شايفين كده بخلطها مع بعضها واروح حطها في باقي البشاميل. ده الوش بتاع الصينية يا جماعة عشان تخلي صينية المكرونة البشاميل احمر معانا تبقى حمرا معانا وشكلها جميل وطعمها جميل زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. لو حابة ما تحطيش بيض حطي معلقتين من الصلصة. اكبها كده في الصينية وعلى كده جهزت معانا صينية المكرونة ما شاء الله عليها. زي ما انت شايفة سويتها حلوة كده واخدها على طول على كده في البوتاجاز اخليها شوية من تحت وبعد كده نروح حطها من فوق وخلاص على كده خلصنا صينية المكرونة بالبشاميل. لسه مطلعاها من البوتاجاز دلوقتي، هي لسه سخنة ما تقطعهاش لغاية ما تبرد شوية. ما شاء الله عليها ريحتها روعة طعمها جميل جدا وريحتها وزي العسل. تعملي صينية صينيتين براحتك انت في الكمية ما شاء الله عليها. اسيبها منها تبرد وبعد كده نروح مقطعاها. ويا رب يكون عجبكم الصنف بتاعنا. ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك مع صنف في مطبخي.